مساء الخير يا جماعة، معكم مسلم الدين من قناة كويت ماني هب. واليوم موضوعنا عن الذهب واللي صاير عليه كلام وايد هالفترة. ناس تقول الذهب رايح فوق أكثر، وناس ثانية تحذر وتقول في صدمة جاية. والسؤال المهم اللي الكل يسأله، هل الحين الوقت المناسب نشتري ذهب ولا ننتظر شوي؟ خلونا نكون واضحين من البداية. الذهب خلال السنين اللي طافت عطى ارتفاعات قوية جدا، وشفنا أسعار تاريخية ما صارت قبل. والسبب مو واحد، عندك تضخم عالي، حروب وتوترات سياسية، ديون ضخمة على الدول، وضعف ثقة بالعملات. وكل هالعوامل تخلي المستثمرين يروحون للأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب، عشان يحفظون قيمة فلوسهم. لكن المشكلة وين؟ المشكلة إن أغلب الناس تدخل السوق لما الأسعار تكون مرتفعة، وهني يصير الخطر. لأن كبار المستثمرين والصناديق الكبيرة لما يشوفون الأسعار وصلت مستويات عالية يبدأون يبيعون ويقفلون أرباحهم. ومع أي خبر قوي مثل رفع فائدة أو قوة مفاجئة بالدولار، الذهب بيتعرض لضغط وينزل بسرعة. وهالشي يصير دايم بالتاريخ، مو شي جديد. الفترة الجاية ممكن نشوف تذبذب قوي، يعني لا تستغرب إذا شفت الذهب ينزل فجأة وبعدها يرجع يرتفع، لأن السوق حاليا حساس لأي خبر اقتصادي، خصوصا قرارات الفائدة الأمريكية وحركة الدولار وأي توتر سياسي جديد بالعالم. كلها عوامل تأثر مباشرة على سعر الذهب. الحين نجي للسؤال الأهم، هل أشتري ذهب الحين؟ الجواب يعتمد عليك أنت، مو على السوق. إذا أنت مستثمر طويل الأجل وتبي تحمي فلوسك من التضخم وعلى مدى سنين، الذهب ما زال خيار ممتاز. لكن لا تدخل بكل السيولة مرة واحدة. الشراء يكون بالتدريج، جزء اليوم وجزء إذا نزل السعر، عشان تقلل المخاطرة. أما إذا أنت داخل عشان ربح سريع وتبي تشتري اليوم وتبيع بعد شهر أو شهرين، لازم تكون حذر، لأن أي هبوط بسيط ممكن يخليك تبيع بخسارة نفسية، والسوق ما يرحم اللي يدخل بدون خطة. الذهب مو سهم مضاربة، الذهب أداة حماية قبل كل شيء. نقطة مهمة بعد، فرق بين تشتري ذهب استثماري وبين تشتري ذهب للزينة. الاستثمار يكون سبائك أو عملات ذهبية بدون مصنعية عالية، أما المجوهرات هذه للزينة أكثر من إنها استثمار، وكثير ناس يغلط بهالنقطة. الخلاصة يا جماعة، الذهب ما راح يختفي ولا يفقد قيمته، لكن التوقيت الخاطئ يسبب صدمة. لا تمشي وراء العاطفة ولا وراء العناوين الكبيرة. خليك دايم عقلاني، حط خطة ووزع استثماراتك. واللي ما يقدر يتحمل التذبذب لا يدخل بثقل. إذا استفدت من الفيديو لا تنسى اللايك واشتراك بالقناة كويت ماني هب، وكتب لي بالكومنت انت مع الشراء الحين ولا ناوي تنتظر. ونشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله.